عارف البار الحلويات اللي انت اكلته ده فيه كام سعر حراري؟ كام يعني سعر حراري؟ 800 سعر حراري. يا نهار اسود كل ده. طب انا اعمل ايه؟ طيب يا كوتش عامل ايه؟ هقول لك على حاجه، انا هطلع اجري على المشايه ساعه ونص عشان احرق الكلام ده يا جدع. يعني لو عملت زي الاخ اللي انضرب ده وكلت الحلويات بتاعت مولد النبي وطلعت تجري على المشايه ومفكر ان انت كده بتحرق السعرات بتاعتك، فانت غلطان. قبل ما اقول لك ازاي تاكل حلويات مولد النبي، من الاول نعرف السعرات الحراريه اللي موجوده في كل واحده، وازاي هتبقى اصلا ربع يومك او نص يومك، ويمكن منهم يكونوا بيومك كله. عندنا 3 انواع من انواع الحلويات انا قدرت ان انا اجيبهم. اول نوع معايا هو الفوليه، شايف السكر بتاعها من فوق. الفوليه دي 800 سعر حراري، تكاد تكون بنص اليوم بتاعك. السمسميه 100 دي وحش فيها 650 سعر حراري، 650 سعر حراري تكاد تكون ربع اليوم بتاعك. مش كاتبين عليها سعرات اصلا لان مفيش حد ياكل حلويات مولد النبي ويوسع السعرات. صباح الفل. اسمها ايه؟ تمام، هو كده كده محدش بياكلها اصلا، مش عارف جايبينها ليه. خش في باقي السعرات معايا. عندنا اللذيذه فيها 500 سعر حراري، الحمصيه 400، الصدوقيه 630، والملبن 820، والملبن بالمكسرات 1180، اللوزيه 650، والجوزيه 600. مسدسيه ايه يا جدعان ده كله؟ بعد ما عرفنا السعرات الحراريه اللي انا قلت لك عليها الغريبه والكبيره، ازاي تتعامل مع الكلام ده؟ انت هتحتفل مع اصدقائك او هتحتفل مع العيله بتاعتك، فما تبقاش محبكها زي ما بتقول لو انت اصلا بتدخل سكر. نفسي بقالي فتره كبيره جدا، تكاد تكون 5 سنين او 6 سنين مش بدخل سكر جسمي، فما بدخلش الكلام ده، وبقدر استبدلهم بحاجات تانية، وهقول لك في اخر الفيديو ازاي. طبعا انت سعراتك الحراريه لو انت راجل، لا انا مش بشتمك، لو انت راجل مثلا جنسي يعني، فالراجل من 2000 ل 2000 سعر حراري ده يكاد يكون ان هو المعدل الطبيعي، يعني طبعا على حسب نوعك وجسمك ونسبه الدهون والنشاط والكلام ده كله، بس انا بديك حاجات كده معدل طبيعي. الست من 1500 ل 1200، فمعلش تخيلي كده لو خدت 2 بار انت كده خدت اليوم بتاعك كله. طبعا هتحسب من السعرات والقصه دي مش هتعرف تظبطها، وكمان هتاكل حته او بتاع برضه مش هتعرف تظبطها. فازاي نتعامل في الكلام ده؟ اول حاجه ما تفطرش بيها، ما تخليش الحلويات او الفطار بتاعك يكون حلويات. تاني حاجه افطر لو كارب، يعني بيض، ومحافظ على نسبه احتياج جسمك من البروتين، وخلي الكارب والدهون تكون من الحلويات ديت على مدار اليوم، طبعا مش كل الايام. يعني الغدا بتاعك لو كارب، لو هتاكل حلويات فخليها بعد الغدا مباشره عشان ما تاكلش كميه كبيره، واشرب ميه كويس في خلال اليوم علشان الووتر ريتنشن، اللي جسمك بيحتبس الميه من السعرات اللي فيها كارب عالي. لو هتاكل من الحلويات ما تاكلش كميه كبيره عشان زي ما قلت لك السعرات بتاعتها كبيره قوي قوي. اليوم اللي انت هتاكل فيه الكلام ده خليه يكون يوم تمرين او تتمشى علشان يكون فيه حركه وتحرق ولو جزء بسيط من السعرات. وقصه انك تطلع على المشايه ده مش هيحرق خالص سعرات ولا اي حاجه، خصوصا ان الموضوع مش بيجي من يوم وليله، يعني مش باكل حاجه واطلع احرقها، مفيش الكلام ده. عشان تحرق 720 سعر حراري انت محتاج تقعد تجري على المشايه ساعتين 3 ولا 4، فمين اللي يجري 4 ساعات على المشايه؟ صباح الفل. لها بيوم تكون مقلل كالوريز، او بعدها بيوم تاخد لو كارب كامل ونسبه بروتين عاليه، وتبدا تاخد شاي اخضر، تبدا تاخد قرفه جنزبيل، تبدا امتنان عشان تبدا تطرد الميه الزياده اللي جسمك احتبسها من الكارب العالي اللي بيبقى موجود في الحلويات والكلام ده كله. مش تاكل بار او 2، خلي الموضوع حاجه بسيطه، ويمكن تروح مع الفوليه لان بيكون فيها نسبه بروتين عالي. وعايز تحتفل مع عيلتك وتاكل حاجه مسكره، ممكن تجيب بروتين بار من بره او ممكن تعمله في البيت، وانا سايب لك الطريقه بتاعته تحت في الكومنت، فيا ريت تبص عليها، وصدقني احسن بكتير من الحاجات اللي بتاكلها من الشارع. على الاقل احنا مش عارفين مصدر الحاجات دي منين. تاني يوم من الاكل بتاعك تنزل التمرين بتاعك، ما تقرصش على نفسك في التمرين، زود البروتين بتاعك وقلل الكارب بتاعك، حاول تخلي وجبه او وجبتين بس في اليوم عشان تقدر تعوض السعرات الحراريه اللي انت دخلتها. وكل سنه وانتم طيبين، والاحتفال بمولد النبي ممكن تقدم له هديه حلوه، بدل ما تاكل حلويات وتجيب حاجات غريبه ممكن تقعد تصلي على النبي 100,000 مره، او تصلي على النبي 1000 مره، او تصلي 100 مره، وهبها للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي احسن هديه تقدمها له في مولد النبي الشريف.